السلام عليكم، اهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ لولي البحراوي. تعالوا بقى النهارده نعمل مدفونه الفراخ. وصفه كده حلوه جدا وسهله جدا ومش هتاخد مننا في تحضيرها وتسويتها كلها على بعضها ساعه بالظبط. نقدر بقى نستخدم معاها رز بسمتي، رز مصري، اي رز احنا حابينه واي خضار كمان احنا حابينه. انا عايزه اقول لكم الوصفه دي بجد يا جماعه في منتهى الجمال. تنفع كمان في العزومات، تنفع في الاكلات السريعه. مستعجلين كده على الغدا، جالنا ضيوف فجاه. من الحاجات اللي بتبقى قيمه قوي وكمان طعمها حلو جدا جدا. تعالوا بقى بينا نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف الوصفه الحلوه دي احنا محتاجين ايه علشان نعملها. استخدمت حوالي نص كيلو من الرز البسمتي. زي ما قلت لكم نقدر نستخدم رز مصري عادي. واستخدمت شوية من الخضار بقى، بسلة، جزر، فاصوليا خضراء، اللي انتوا حابين. كل الخضار ده كان مجمد عندي كده. بصوا الفراخ ما شاء الله طالعة دايبة ومستوية وفي منتهى الجمال، وطريقة تحضيرها وتتبيلتها بجد خطيرة. اول حاجه هنعملها هنجيب الفراخ بتاعتنا. انا استخدمت وراك، نقدر نستخدم ميكس بين الصدور والوراك، اللي انتوا حابينه. كل الحاجات فيها هتمشي عادي. هنجيب بقى الوراك بتاعتنا وهنبدا ايه، طبعا بعد ما غسلناها كويس قوي ونقعناها في محلول النقع اللي احنا متفقين عليه، اللي هو 2 لتر من الميه، عليهم ربع كوبايه من السكر وربع كوبايه من الملح وعصير ليمون واي بهارات احنا بنحبها بقى، زعتر، قرفه، اللي احنا حابينه. هنسيب فيه الفراخ بتاعتنا حوالي اقل حاجه ساعه. بعد كده هناخدها نصفيها كويس قوي، مش هنغسلها بعد محلول النقع ولا حاجه، هنصفيها كويس قوي في اي مصفى. وبعدين نبدا بقى نعمل لها التتبيله الحلوه دي بعد ما شققناها كده زي ما احنا شايفين بالسكينه، علشان التتبيله تدخل جوه لحم الفراخ كويس جدا. حوالي بقى ايه معلقه صغيره كده من الملح، معلقه صغيره من الكمون، ما تستغربوش الكمون بيبقى تحفه يا جماعه في الفراخ والله. ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره كده من البابريكا، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وشوية كمان كده من الثوم البودر والبصل البودر. ما حطيتش بقى ولا بصل طبيعي ولا توم طبيعي ولا حاجة، بصل بودر وتوم بودر. بيدوها طعم حلو جدا جدا، وبتكون الفراخ خفيفة قوي، ما فيهاش اي نكهات قوية بزيادة ولا اي حاجة. الوصفة دي حقيقي لايت كده وفي منتهى الجمال. ورشة كده من الجنزبيل المطحون. واللي بيفرق في الطعم جدا جدا بقى ايه، معلقتين 3 كده من دبس الرمان. بنرج الازازه كده كويس قوي الاول، وبعدين بنبدا ناخد منها معلقتين 3 كده. وحوالي ربع كوبايه من الزيت، اي زيت نباتي احنا بنحبه وبنستخدمه بس. خلاص نص كوبايه بقى كده من اللبن الرايب او الزبادي، ده او ده، الاتنين هيبقوا حلوين قوي. هندعك بقى الفراخ كويس جدا جدا بالتتبيله، وهنسيبها فيها على الاقل نص ساعه. لسه في اضافه بسيطه خالص هنضيفها، انا بحب اضيفها في الاخر بعد ما بنكون دعكنا كده الفراخ بالتتبيله كويس قوي، وهي الصلصه. ليه بحب اضيف الصلصه بعد كل الحاجات دي مش معاها؟ علشان تدي لون حلو على الوش كده للفراخ، تبقى واخده لون احمر كده وجميل. لانها بتبان اكتر لما بنضيفها لوحدها كده في الاخر، لما بنضيفها مع التتبيله بتدي طعم ولون وكل حاجه. بس انا بفضلها اكتر بعد ما بخلص خالص كده التتبيله وادعك الفراخ بيها وكله تمام، ببدا بقى ايه اضيف الصلصه، معلقتين كبار كده من الصلصه. اهم برضو خطوه في الموضوع الفراخ بتاعنا النهارده ان احنا نسيبها في التتبيله دي شويه حلوين، اقل حاجه يا جماعه يكون نص ساعه. طبعا لو عرفنا او قدرنا ان احنا نعملها من بالليل لتاني يوم يكون احسن، او اول ما نصحى من النوم لو مش بنشتغل. هنضيفها مثلا، هنعملها مثلا ونسيبها في التلاجة لحد ميعاد الغدا مثلا 3 4 ساعات، يبقى حلو جدا. بصوا بقى كده الصلصه بتديها بقى لون خطير، وطبعا الطعم بيبقى تحفه. نسيت اقول لكم ان انا ضفت في التتبيله دي نص معلقه صغيره من السكر، ودي مهمه جدا جدا لانها بتعادل طعم كده البهارات والحاجات كلها مع بعضها. ندعك بقى الفراخ كده بالصلصه بالشكل الحلو اللي احنا شايفينه ده. عايزه اقول لكم بقى هنا دلوقتي كده الريحه بجد روعه. طريقه سهله جدا، ولا قطعت بصل ولا بشرت بصل ولا توم ولا اي حاجه، كلها شويه بهارات كده على طول على السريع، وهنعمل بيها بصراحه احلى فراخ. خلاص كده تمام بقى، هنبدأ بقى ايه ندخلها التلاجة مدة شوية كده، على قد ما يكون زي ما يكون بقى الوقت معانا نص ساعة اكتر. هندخلها بقى التلاجة كده ونرصها ونظبطها، ونبدأ نعمل ايه في الوقت ده، هنبدأ نجهز الرز بتاعنا.
عشان نعمل الرز بقى محتاجين كده حوالي معلقتين من الزيت، وعليهم معلقة كده من السمنة. انا استخدمت هنا سمنة بلدي، انتوا استخدموا اي نوع سمنة موجود عندكم، مش شرط اي نوع يعني. خلاص، هنسيبهم كده يسخنوا على النار، وبعدين هنزل عليهم ببصلايه صغيره متقطعه ناعم كده زي ما احنا شايفين مع بعض، وعليهم بقى ايه رشه ملح فلفل. وانتوا زي ما انتوا عارفين بقى انا بحب قوي اضيف على اي بصله بشوحها شويه كده من الملح والفلفل، بجد بيفرقوا جدا في الريحه والطعم. وكعب كده من مرقه الدجاج زي ما احنا شايفين، اللي ما بيحبوش يستغنى عنه، لكن حقيقي بيفرق قوي قوي في طعم الرز. شوحنا كده البصلة بالمرقة بالملح والفلفل. عندي بقى ده خضار فروزن مجمد، فاصوليا خضراء، بسلة، جزر، اللي انتوا حابين تضيفوه، بس دي اكتر حاجة بتطلع طعمها حلو مع رز الخضار. هشوحهم كده زي ما هما مجمدين، وبعدين هضيف عليهم فص كبير كده من الثوم، وورقتين 3 كده من ورق اللورة، ونشوح بقى كل الحاجات الحلوة دي مع بعض. قيمة غذائية عالية جدا جدا في الرز ده. هضيف بقى عليهم نص كيلو كده من الرز البسمتي او الرز المصري، شوحه كده شوية معاهم. وبعدين هضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الكركم، ورشة كده من الفلفل، وكمان رشة من الملح، وربع معلقة صغيرة من السكر. هقلب كل المكونات الحلوة دي مع بعض. ويا سلام بقى على اللون والريحة والطعم للرز ده يا جماعة، حقيقي حقيقي تحفة. هنا خلاص الفراخ سبتها في التلاجة تقريبا في اليوم ده 6 ساعة، ودخلتها الفرن كده ومن غير بقى لا ورقة فويل ولا اي حاجة. خدت اللون الروعة اللي احنا شايفينه ده، ما شاء الله ريحتها كانت تحفة. هنا هي استوت تقريبا 3/4 سوا. هنقلها كده في طبق لحد ما افضي الصينية بتاعتي دي، علشان انا عايزة اضيف الرز مكان الفراخ عشان ياخد طعم ونكهة الفراخ. مكان الصوص بتاعها ده كده مش هنشيله، هنضيف بقى ايه الرز بتاعنا بكل بهارات وحاجاته. طبعا الرز هنا ني، ما سويتوش ولا اي حاجة، انا لسه هسويه هنا بقى تحت الفراخ. نفرده كده بكل سهولة. وعندنا اختيار من الاتنين، يا اما هنسقيه شوربة للناس اللي بتحب تسقي الرز شوربة، وطبعا الشوربة تكون سخنة، او مية وبرضو المية تكون سخنة. انا ولادي للاسف ما بيحبونيش اضيف على الرز شوربة خالص، فانا هسويه بمية. كده كده احنا ضايفين عليه مرق الدجاج، وكمان هيبقى فوقه فراخ، فاكيد طعمه يبقى حلو جدا ان شاء الله حتى لو سويناه بالمية. هظبط بس كده الملح بتاع الخلطة والوصفة بتاعتي. لو هنضيف شوربة مش هنزود ملح تاني، لان كده كده الشوربة بيبقى عليها ملح. انا زودت بس هنا كده رشة من الملح والفلفل، وهغطيه بقى بورقة زبدة كده، وبعديها طبعا ورقة فويل، واحكم كده القفل بتاعي كده واغطيه كويس قوي. وهندخله الفرن على درجة حرارة 200، مش اكتر من ربع ساعة بيكون الرز بقى استوى. كده كده الفراخ عندنا مستوية 3/4 سوا. وتعالوا بقى دوقوا وشموا احلى طعم واحلى ريحة لمدفونة الفراخ يا جماعة، بجد حقيقي روعة. ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم قوي، وهتعملوها بكل سهولة، وهتوفر عليكم وقت ومجهود في الصيف اللي احنا مش بنحب ندخل فيه المطبخ كتير. بصوا بقى كده، انا عايزاكم تشوفوا الرز طالع مفلفل قد ايه. عايزه اقول لكم الرز البسمتي مثلا معيار المية فيه اللي بضيف عليه للتسوية، لو هستخدم كوباية رز بضيف عليها 1.5 كوباية بس من المية، ما بنضيفش كوبايتين يا جماعة. والرز البسمتي انا بغسله بس ما بنقعوش خالص، بس يفضل طبعا واحنا بنستخدم الرز البسمتي نجيب نوع يكون كويس. بصوا بقى ما شاء الله، اللهم بارك على جمال الوصفة دي، حقيقي يا جماعة ادمان تحفة جدا. هنا بتكون خلصت وصفتنا للنهاردة، اتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.